عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ اللي يشوف الفيديو الصبح يبقى صباح الخير، واللي يشوف الفيديو المغرب يبقى مساء الخير. ونبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. طبعا هنا أنا طبعا معايا فرخة غسلة حلوة ما شاء الله. وطبعا هنا طبعا معايا ايه، حطيت حلة مية تغلي على النار، وطبعا هننزل بالفراخ. الفراخ دي حبيبي انا غسلاها بدقيق، عامله لها محلول دقيق وملح وخل وليمون. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. طبعا معايا هنا بصله شرايح، ومعايا ورق جراوله، ومعايا طبعا فلفل اسود. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. هنا طبعا هننزل كمان بالطماطم. اعذروني بقى حبيبي، مش عارفه نتكلم من بقي، عندي تقرحات. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. هنا طبعا هنضيف الملح، وهنسيبها الفرخه مع نفسها كده على النار. وهنعمل طبعا الرز. طبعا هنا طبعا هننزل بمعلقه سمنه كبيره، وكمان معلقتين زيت زي ما انتم شايفين يا حبايبي. هنسيبهم يقدحوا كويس، وبعد كده هننزل باللبن، وبعد كده هننزل بنص لبن ونص ميه، واصل الرز هننزل بيه. هنا طبعا زي ما انتم شايفين. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. هنا طبعا هننزل بالرز، ونظبط معيار الرز كويس، علشان خاطر في رز بيكون قديم وفي رز جديد، يعني حسب نوع الرز اللي بتستخدميه. انا بنظبطه كده بالمعلقه زي ما انتم شايفين. تمام. ننزله بالملح. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. هنا طبعا هنعمل طبعا ايه جولجاس. معايا كيس جولجاس كده كنت مفرزاه في الفريزر، وضايفه عليه طبعا الدقه بتاعت الجولجاس، الخضره والثلج والثوم والكمون كده عظمه. يعني تحط الجولجاس في الحله على الشوربه ومش هتحتار، يا تنزلي طبعا بالدقه بتاعتك الجميله دي. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. في حاجات اوقات بتعملها وبتخزنها بتوفر معاك وقت ومجهود واوقات ما بيكونش موجود خضرة ومش موجود، يعني كده يعني في الوقت دي متهيألي مفيش ثلج لسه، او في مش عارفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واهله واصحابه اجمعين. هنا طبعا انا مهوتة على الفرخة بتاعتي. طبعا بتحبي اي طيور حطها على النار او لحمة، تكون النار هادية عليها. أول ما تغلي كده النار هادية عليها تطيب براحتها. هنا طبعا هنسيب البوتاجاز مع نفسه كده. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. هنضيف طبعا الخلطة بتاعت البوتاجاز، يعني لما البوتاجاز يستوي شوية. هنا طبعا شايفين الرز مفرفر وجميل ما شاء الله. وقلبي الرز كويس وهتقعر الحلة كده. بصراحة يعني اللبن اللي بتحطي عليه بوديه في حتة تانية، بخلي طعمه جميل ما شاء الله. هنا طبعا الحلة ديت اختراع المصريين. اليد بتاعتها باظت فاخترعنا لها ايد كده. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. هنا طبعا هننزل طبعا بالدقة الجميلة دي، شايفين كنت عاملاها معكم على القناة. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. سيبه ياخد غلوة صغيرة كده،
ونطفي عليه. هنا طبعا هنطلع بقى ايه الفرخة بتاعتي كده، وهنحط الزيت يقدح جنب مني. الزيت دي مكان قليان بطاطس يا جماعة، يعني ما تهوريش في الحاجة لازم أن تكون تستخدميها تاني بعد البطاطس عادي. طبعا الطاسة دي كانت تيفال بس جرى عليها الزمن زي صاحبتها. هنا يا حبايبي هنحمر بقى الفرخة كده ونغرف حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا محمد عليك أفضل الصلاة والسلام. هنا طبعا دي غدانا النهاردة، طبق رز جميل كده مفرفر، وطبعا الفرخة كده متحمرة تحمير جميل ما شاء الله مع البصل كده. شايفين البصلتين دول؟ أنا ولادي بيحبوا البصل صراحة، والحج صاحب البيت. زي ما قلت لكم يا حبايبي ده غدانا النهارده، وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد منكم، يوصلكم مني كل جديد. ماشي، ما تنسوش تصلوا على حبيبي المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، ربنا يحسن ما بين ايديه ويحسن ما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. ويا حبايبي ان شاء الله نشوفكم في فيديو جديد بأمر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. دايما عايزكم يعني تذكروا الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.